السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناة وصفة وفكرة. وصفتنا النهاردة إن شاء الله هي كفتة الفراخ. هنعملها بطريقة سهلة قوي، وهقول لكم إزاي نعملها من غير ما تفك معانا، وطعمها بجد بيكون حلو جدا. بصوا، من نص كيلو صدور فراخ هنعمل الطبق ده. كميته حلوة قوي ما شاء الله، وطعمها بجد حلو جدا. تعالوا بقى نشوف المقادير. معايا نص كيلو من صدور الفراخ المفرومة، او هجيب البانيه المتقطع عادي وهفرمه في الكبة، او هتجيبيه جاهز زي ما تحبي. يبقى ده نص كيلو. وكمان واحدة بصل مبشورة متوسطة. وهنا طماطمايه هبشرها كويس او هفرمها من غير مية خالص. معلقة كبيرة من البقدونس المتقطع صغير. والبصل اللي بشرته والطماطم هاخد المية بتاعتهم. هصفي البصلايه واخد المية بتاعتها، وهصفي الطماطمايه اللي انا بشرتها وهخلي المية بتاعتها برضو. التوابل بقى معايا الاول نص معلقه من الملح، ونص معلقه من توابل المشويات او البهارات السبعه، ونص معلقه من الفلفل الاسود، ونص معلقه من الكزبره الناعمه، نص معلقه بابريكا، نص معلقه صغيره قوي من البيكنج باودر، ومعلقه كبيره من البقسماط الناعم. هاخد البصل وهنزل بيه على الفراخ. وكمان التوابل اللي معايا كلها والبقسماط والملح ونص معلقة البيكنج باودر هنزل بيهم كلهم. والطماطمايه المبشورة. نص معلقة البيكنج باودر هنا بتخليها مش مكتومة. ومعلقة البقسماط الكبيرة ديت علشان تمسك معايا وما تفكش. وكمان هنزل بالبقدونس، وهقلب بقى كله كويس مع بعضه كده. وبعدين اعجنها كويس قوي بقى بايديا علشان كل المكونات كده تختلط مع بعضها كويس. لو عايزة تعملي صدور على أوراق بتنفع برضو. أهم حاجة تكون مخلية كويس من العظم، وتفرمي الاتنين مع بعض. خلاص كده. هاخد بقى المية بتاعة البصل مع مية الطماطم اللي أنا صفتهم، وهخلطهم مع بعض علشان دول هصبع بيهم الكفتة. هجيب بقى صينية، أي صينية عندك، وهدهنها بالزيت كويس. احط حوالي معلقتين زيت كده، وهدهن بيهم الصينية كويس قوي. وهجيب الاسياخ بتاعه الشيش طاووق دي العاديه، هصبع عليها. او ممكن لو عايزه تصبعيها على قلم او على معلقه، او ممكن تعمليها دواير كده شبه البرجر، الشكل اللي تحبيه بقى. وهبل ايدي بقى من ميه البصل على الطماطم كده، واصبع بقى الايه الكفته على السيخ كده. وارص بقى جوه الصينيه كده.
هبل برضو صباع الكفتة كده من بره بمية البصل والطماطم، هيديله لون حلو قوي وطعم حلو. خلصت بقى انا كل الكمية اللي معايا، هدخلها بقى التلاجة نص ساعة، وبعدين هشغل الفرن في الفترة دي، اخليه يسخن كويس قوي، وعلى الرف اللي في النص هحطها تستوي، هتاخد حوالي تلت ساعة او نص ساعة بالكتير، وبعدين هطلعها تحت الشواية تاخد لون وهطلعها على طول. يا رب تكون وصفة النهاردة عجبتكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب، وما تنسوش تفعلوا الجرس.